حرب اكتوبر كان فيها انجازات ودروس كبيره جدا قدمها ابطالنا في كل الاسلحه، وعلى الرغم من تطور اسلحه العدو وقوته الا اننا عملنا انجاز هنفضل نحكي ونتحاكى عنه طول تاريخنا. ويمكن كلنا مش هننسى الملحمه التاريخيه اللي عملتها قواتنا الجويه، لان اللي عملته في الحرب دي ابهر العالم. وطبعا كلنا اتربينا على الضربه الجويه الاولى اللي كانت من اسباب تحقيق النصر. الضربه الجويه الرئيسيه كانت متكونه من اكتر من 200 طياره مقاتله، وكان هدفها ضرب الاهداف المعاديه الاسرائيليه المحدده اللي موجوده جوه سيناء، وده في صمت لاسلكي كامل، يعني بدون وجود اي وسيله تواصل، وده لتجنب اي عمليات تجسس اسرائيليه ممكن تكشف الهجوم. التشكيلات الجويه اتحركت على ارتفاع منخفض جدا، وفي مسارات القياده اختارتها بعنايه علشان تبعد عن وسائل كشف الدفاع الجوي الاسرائيلي. وبدا الهجوم والطيارات كلها عدت في وقت واحد خط القناه، ونجحت في ضرب مركز القياده الرئيسي للاسرائيليين في منطقه ام مرجم علشان تعزله عن قواته. وبعد كده استمر ضرب الاهداف المحدده بنسبه نجاح اكتر من 90%. قواتنا الجويه نجحت في ضرب 3 ممرات رئيسيه و3 ممرات فرعيه في 3 مطارات، وكمان نجحت في ضرب 10 مواقع لبطاريات للدفاع الجوي من طراز هوك، وموقعين مدفعيه ومركز حرب الكترونيه وغيرها. الضربه استمرت 30 دقيقه، وبسبب نجاحها في تنفيذ اكتر من 90% من المهام اتلغت الضربه الجويه الثانيه لاننا خلاص ما بقيناش محتاجينها. وصحيح كل ده وخسائرنا كانت 5% بس. وهنا نفتكر تصريح شهير للرئيس الراحل محمد انور السادات بعد الحرب، قال ان تقديرات الاتحاد السوفيتي للضربه الجويه الاولى انها هتحقق بالكثير 30 او 35% من اهدافها، وخسائرنا هتكون من 40 ل 45%. ولما نيجي بقى نشوف النتائج اللي احنا حققناها هنتاكد ان اللي عملته القوات الجويه في حرب اكتوبر كان انجاز بكل ما تحمله الكلمه من معنى. سلام.